تصريحات قوية من الصحافة المدريدية تنفجر في وجه الفريق الملكي. وكتبت أبرز الصحف العالمية إن ريال مدريد كان غير موجود، هجوميا يدافع بشكل سيء ويهاجم بشكل أسوأ، ولا يوجد وسط ميدان. هناك شعور بأن مدريد بلا طموح، بلا عمق، لا يجد الحلول، أداء متأمل أكثر من كونه فعال. الصحفي خوانما رودريغيز فهاجم الفريق بقوة وقال: هذا الفريق لا يلعب أي شيء يتعلق بكرة القدم، وهاجم اللاعبين والنظام التكتيكي، مؤكدا أن ريال مدريد لا يفعل أي شيء بشكل صحيح. وصرح تشابي ألونسو بعد التعادل المخيب ضد رايو فايكانو بأنني أشعر بالقلق من الرغبة في مواصلة النمو والتطور والانخراط في نقد ذاتي بناء. ما زلنا في نوفمبر والطريق طويل، علينا أن نكون أكثر وعيا والالتزام بمعايير عالية. نعرف موقفنا جيدا، علينا أن نوازن بين السراء والضراء. المطالب كبيرة جدا، لكننا نتعايش معها ونستعد لها دائما. والآن ما رأيك في قلق تشابي ألونسو المستمر هذا مع ريال مدريد والأداء المخيب للآمال من الفريق رغم الأسماء الكبيرة في النادي؟ شاركونا آراءكم في التعليقات، ولا تنسوا الصلاة والسلام على رسول الله.